هعمل معاكم النهارده فراخ مشويه في الفرن بطريقه سهله وسريعه جدا، وتتبيله بجد حلوه قوي بتدي ريحه وطعم تحفه للفراخ. بجد النتيجه هتعجبكم قوي. تعالوا نشوف هنحتاج ايه. هجيب علبه زبادي كبيره وعليها معلقتين صلصه كبار و3 معالق زيت، ممكن زيت زيتون او زيت نباتي زي ما تحبوا. نحط بقى معلقه ملح وفلفل اسود وشطه وعصير ليمون ومعلقه دبس رمان كبيره. طبعا الدبس الرمان بيدي لون حلو قوي للفراخ. وعليها بقى معلقتين صويا صوص فاتح ومعلقه بصل بودر صغيره ومعلقه زعتر مجفف صغيره برضو ورشه قرفه. في ناس كتير مش بتحب القرفه، بس القرفه في الطريقه دي مش بتدي طعم، بس بتدي ريحه حلوه قوي. جهزنا التتبيله، نجيب بقى الفراخ ونقطعها بالنص كده بالطول وننزل بقى التتبيله عليها كويس. بس اهم حاجه الفراخ ما يكونش فيها ميه، تكون مغسوله ومتصفيه كويس جدا عشان التتبيله تمسك فيها وتعمل نتيجه كويسه. نفتح بقى الفراخ بالسكينه كده وننزل بقى التتبيله. طبعا احنا بنفتح فتحات عشان التتبيله تدخل جوه الفراخ وبتدي برضو نتيجه وطعم حلو قوي. جهزنا بقى التتبيله كده في الفراخ، نسيبها بقى لمده 6 ساعات، مش اقل من 6 ساعات، يا ريت يبقى اكتر من كده. يعني مثلا لو تبلناه من بالليل لتاني يوم يبقى حلوه جدا وتدينا نتيجه حلوه قوي. نرص بقى الفراخ في صاج او في صينيه ونكون مولعين على الفرن قبلها بربع ساعه. نظبط بقى الفرن درجه حراره 180 على رف اوسط وندخلها بتقعد في الفرن من ساعه وربع لساعه ونص. وبالدهون اللي بتنزلها كده ممكن نلمع الفراخ بيها كده وبتبقى بالشكل الجامد ده. ونعمل جنبها شويه رز بسمتي، طريقه تعجبكم جدا. جربوها وبألف هنا.